قوي في الملعب، وادي واقف كاستان اوتوجو بيكلم شديد قناوي ان هو يلعب على الصفاره، وادي الضربه الحره الاشتراك الجامد قوي اللي عمله اريتا موزيس في اللعبه اللي فاتت. ادي اريتا قدامنا اللي مدينا ظهره وخد منها ضربه حره في مكان حلو قوي افضل من الضربه الركنيه. هنشوف النادي الاهلي في اول ظهور ليه من خارج ال 18. حلوه، جول 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 يا ولد يا عبد الظاهر، خلاص يا ابني فتحت معاك. الجول الاول للنادي الاهلي بعد 6 دقائق، عرضيه ايه مفيش احلى من كده، وكله رايح لعبد الله السعيد اللي عمل واحده لاحمد عبد الظاهر قال لك دي ما ترجعش يا جدعان، واحد دون مقابل. وادي جماهير النادي الاهلي والاعاده مره ثانيه، وقطع حلو قوي يا ولد يا ولد، بيلف دماغه ايه احمد عبد الظاهر، مفيش احلى من كده. ويرجع لنا الذكريات بقى الانجولي فلافيو اللي كان بيجيب اجوان بدماغه من كل مكان، وكنا بنقول له دماغك على رمان بيلي. برضه احمد عبد الظاهر على الارض تاني عند عبد الله السعيد، الانطلاقه موجوده، عماد متعب هيتحرك له، عبد الظاهر فين؟ جه قدام ال 18 بدا يظهر عبد الظاهر، يا متعب يا جمالك يا حلاوتك لعبتك، جول جول جول، وهو رايح بقول له يا جمالك يا حلاوتك لعبتك يا متعب، خلاص يا ابني فتحت معاك. قلت لحضراتكم عماد متعب البدايه التهديفيه في لقاء تذكر في كينيا، ثم الدوري المحلي، ثم لقاء العوده، هي كده تندع تندع وبعدين تمطر اجوان. عماد متعب بيسجل الجون الثاني، مش عارف لعيبه تذكر بيعترضوا على ايه، انما طبعا الشكل اللي في المدرجات ده اكيد ان هو خد نظر اللعيبه. عايزين الجماهير تلتزم بقى يا جماعه، الشماريخ دي مش هتجيب ولا هتقدم ولا هتاخر، مش عارف ايه الهوايه اللي تعبتنا ديت. 2 للنادي الاهلي، وادي حكم اللقاء بيبص كده كاستان اوتوجو، وشفنا شماريخ بامانه، يعني لعيبه النادي الاهلي كانت بتطلع شماريخ فارغه من الملعب، والنادي الاهلي تكلف بطوله على فكره نتيجه ليه اللي الجماهير بتعمله امام فريق زيسكو الزامبي. لو نفتكر البطوله قبل اللي فاتت في 2011 لما النادي الاهلي اتعمل عليه عقوبه ولعب لقاءات المجموعه بدون جماهير.